وحضرتك بكل خير. شكرا. هل ده قول فصل كده انه لا حديث في الموازنه الجديده ولا في الخطه الجديده عن تغيير او خفض او الغاء الدعم؟ ليس هناك اي الغاء للدعم او تخفيض للدعم، ولكن ما تقوم به الحكومه هو اعاده توزيع الدعم لمستحقيه بحيث يستفيد منه الفئات الاكثر احتياجا والفئات الاولى بالرعايه. تقوم الدوله باعاده توجيه هذا الدعم الى هذه الفئات التي من اجلها تم البدء في مشروعات المتعلقه برفع اسعار بعض الشرائح في الكهرباء واللي تمت العام الماضي، بحيث تم الحفاظ على سبيل المثال في بالشرائح الاولى في الاستهلاك بعدم زياده اي فئه سعريه عليها، وتم رفع شرائح الكهرباء للفئات الاكثر استهلاكا لها، بحيث يتم في النهايه توجيه الدعم الذي يتم توفيره من هذا القطاع الى الفئات فعلا اللي بتستحق هذا الدعم. ده عن طريق موضوع النقاط يا سعادة سفير؟ النقاط هي نقاط مشروع مع وزارة التموين يتعلق بالسلع التي يتم توزيعها داخل بطاقة التموين، وهناك ده منظومة بدأ العمل بها وأثبتت بالفعل نجاحها، سواء كانت نقاط تتعلق بتوزيع الخبز وهي المنظومة التي أنهت طوابير الخبز وأتاحت الخبز بجودة عالية وانهت الطوابير عليه، واتاحت ايضا الفرصه في حال الاسره التي لا تستهلك عدد الارغفه المخصصه لها بتتحول الى نقاط تستطيع من خلال هذه النقاط شراء سلع اخرى عن طريق بطاقه التموين. نعم. بالمناسبه كمان اسال حضرتك عن التصريح المهم اللي قاله النهارده وزير النقل سعادة السفير، لما قال ان احنا هنقدم فعلا مشروع بزياده سعر